ده مش مجرد فيديو، ده بداية لحياة جديدة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بكم في قناتكم غير حياتك ببساطة، اللي هتمشي معاكم خطوة بخطوة في رحلتكم من التغيير للأحسن، من غير تعقيد ومن غير ضغط، بخطوات بسيطة تقدر تنفذها. هتلاقي فيها فيديوهات بتتكلم عن جوانب ومواضيع مختلفة، هدفها انها تساعدك انك تغير حياتك للأفضل في جوانب كتير من حياتك، زي الصحة والتغذية الصحية والرياضة وتنظيم الوقت، وازاي تحسن دخلك وتحسن علاقاتك مع أسرتك وفي الشغل والتعامل وتربية الأولاد وحاجات تانية كتير. بس هنبتديها الأول بالصحة والتغذية الصحية والرياضة، وهنعمل بلاي ليست لكل مجال من المجالات دي بخطوات سهلة وبسيطة والكل يقدر يطبقها. هنتكلم الأول عن التغذية الصحية ونفهم يعني ايه تغذية من غير ما نعمل رجيم قاسي ولا نحرم نفسنا من حاجة. كل اللي محتاجينه ان احنا نعرف ايه اللي بيضرنا وايه اللي بينفعنا، ونزود من الحاجات اللي بتنفعنا ونقلل الحاجات اللي بتضرنا بشكل متوازن وذكي، من غير ما نحرم نفسنا من حاجة، وفي نفس الوقت نخس واحدة واحدة ونحسن في شكل جسمنا بالتدريج. وكمان الرياضة هنبدأ من غير تمارين جيم أو تمارين قاسية، حاجات بسيطة وفي وقت بسيط جدا من يومنا. وافتكر دايما إن التغيير مش محتاج مجهود خارق ولا حاجة، بس هو محتاج تبدأ، وتبدأ ببساطة. بتمنى إن المحتوى ده يفيدكم كلكم، سواء كنت لسه صغير في السن أو كبرت شوية عديت 30 أو 40 سنة. وبالمناسبة ده السن اللي انت محتاج فيه تحافظ على صحتك أكتر وتهتم بالتغذية الصحية والرياضة أكتر. اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك. واستنانا في أول فيديو من سلسلة التغذية الصحية. ودلوقتي جه بعد سؤالنا، وهو ليه لازم اهتم بصحتي سواء كنت صغير في السن أو عديت سن 30 أو 40 أو أكتر من كده؟ وليه لازم اهتم بأكلي والرياضة في مختلف الأعمار؟ لو عارف الإجابة اكتب لنا في الكومنتات، واستنى الإجابة والشرح الكامل في الفيديو اللي جاي. وخلي شعارك دايما غير حياتك ببساطة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.